بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حلقتنا عن مخلل الليمون. هعمله معاكي بطريقة اللي هو الطريقة السريعة، خلال أسبوع ناكل منه إن شاء الله. لكن هقولك كمان على الطريقة لو حبيتي تحفظيه من السنة للسنة يبقى معاكي زي الفل. اول بقى كده ما يكتر الليمون في السوق في الموسم بتاعه بيكون السعر بتاعه كده كويس، تقدري تجيبي كميه وتقدري ان انت تخلليه. اول حاجه ببتدي ان انا اغسله غسله كويسه. بعد كده هبتدي ان انا احطه في حله واغطيه بالميه فوق مستوى الليمون. بعد كده احطه على النار، ممكن تغطيه او تسيبيه من غير غطا. هنسيبه بقى لحد كده ما ياخد غلوه على النار. طيب لو انا عايزاه يقعد معايا موسم كامل سنه من السنه بديه غلوتين على النار، انما هنا عايزاه يبقى خلال اسبوع ان انا نقدر ان احنا ناكل منه. فانا هنا هتك عليه في السوا شويه، يعني ما امسك واحده كده الاقي احس ان انا دخلت الليمونه كده في قلب بعضيها، عرفت على طول كده ان هو كده استوى. هبتدي ان انا اطفي عليه النار وبحطه اسيبه في قلب الميه بتاعته لحد ما يبرد. ما تحطيش عليه اي ميه من الحنفيه او تبرديه على طول، هينهري معاكي لو خللتيه. يبقى خطوة مهمة، لازم اسيبه بقى كده يبرد خالص في قلب المية كده بتاعته لحد ما يهدى ويبرد. اول ما يبتدي يبرد هبتدي ان انا اغير المية دي، وببتدي ان انا اغير له في تحت الحنفية. ببتدي اغير لليمون لمدة 3 ايام، مرة الصبح ومرة بالليل. لو كمان كل ما تخش المطبخ تقدري تغيري له، كل ما هيبتدي يضيع منه المرارة بسرعة. يبقى انا هنا غيرت له 3 ايام، مرة الصبح ومرة بالليل. حبيتي تكتري من تغيير المية مفيش مشكلة. هيكون كمان بقى معانا فلفل حامي، معانا كمان الليمون اللي احنا صفيناه من المية، ومعانا هنا بقى المحلول الملحي. معايا 6 مجات كبار من المية، دي مية مفلترة، يا اما تكوني مية غلياها وتسيبيها تبرد. هنحط لكل كوباية من المية معلقة هرمية من الملح، يبقى دول 6 كوبايات مية هياخدوا 6 معالق كبار من الملح. هحط كمان معاهم معلقة كبيرة من هريسة الشطة، لو مش متوفرة عندك لو قرنين فلفل رومي احمر او حامي او بارد، تقدري ان انت كده تفرموهم فرمة ناعمة وتقدري ان انت تضيفيهم. هنحط هنا معلقة كبيرة من الخل. هنقلب المحلول الملح ده. هجيب البرطمان اللي انا هخلل فيه، بحط كمية من الفلفل، وبعد كده هنزل بكميه من الليمون. هعملهم كده بالتبادل لحد ما ببتدي اخلص. الفلفل هنا انا مش مفتحاه عشان يقدر يعيش معايا كمان فتره طويله. حابه تفتحيه هتديه فتحه كده في منتصف الفلفل. بعد كده بدي بقى تقليبه للمحلول الملحي، وابتدي ان انا احطه على الليمون لحد ما اغطي مستوى الليمون بالظبط. بعد كده ببتدي ان انا اغطيه واحطه بقى كده في مكان دافي في قلب المطبخ لحد ما يبتدي يستوي. خلال اسبوع بالظبط هيبتدي ان هو يستوي معاكي. لو حابه بقى الليمون بتاعك يعيش معاكي من السنه للسنه، يبقى احنا هنا مش هنتك عليه في السلق. يبقى لا، هنخلي بقى ياخد له كده سلقتين على النار، وهنعمل نفس الخطوات اللي احنا كنا عاملينها. ده بقى كده الليمون السريع بتاعنا اهو. حبيت ان انا كده اقدمه لكم كده في الطبق، وشوف بقى شكله عامل ازاي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.